سميها كيك او طارس اللي بغيتي. هشيشه بزاف لذيذه بلا قياس. غادي توجديها في 3 دقائق لوليداتك لضيافك على غفله، ما غاديش تندمي. تابعي معايا الفيديو للاخر باش تعرفي معايا المقادير وطريقه التحضير. وإلا كنتي اول مره كتشوفي القناه ما تنسايش الضغط على الزر الاحمر اسفل الفيديو وتشتركي باش يوصلك كل جديد. وغتلقاي واحد البلايليست فيها لي كيك لي طارت الحلويات لي غاتو كلاصي، كلشي غادي تلقايه بمقادير جد اقتصاديه وسهله جدا ومبسطه. على بركه الله، في واحد لو بول غنوضعوا 2 البيضات بحراره الغرفه، دائما مكونات بحراره الغرفه. غنضيف عليه 1 ساشي ديال الفاني، نص كاس ديال سنيده. غنخلطوا الكل حتى يذوب لينا السكر مزيان، غير هكا ويدويا. نضيفوا نص كاس ديال الزيت، غنخلطوا الكل حتى يتجانس ليا الزيت مع باقي المكونات. غنضيف نص كاس ديال الحليب درجه حراره الغرفه طبعا، 1 ياغورت بنكهه الموز اولا الفاني كيبقى على حسب الذوق ديالكم. نخلطوا الكل مزيان. من بعد غندير 16 غرام ديال خميره الحلويات اولا 2 ساشي، وغنخلطوا الكل. وغنضيف 1 كاس ونص ديال الدقيق اللي غنكونوا غربلناه مزيان حتى غنحصلوا على هذا القوام. غناخذوا المول ديالنا وغندهنوه بشويه زويته اولا زبده، وغادي نرشوه هكاك بالدقيق. وغادي نخوي دائما الكيك كيف ما كنوصيكم من الفوق باش كيدخل لينا هكا الهواء وسط الكيك. من بعد كنستف هذاك الخوخ وكنرش هكا الفاني وكندخلوه الفران يكون شاعل من الفوق ومن التحت ومسخن على 180 درجه. كنخرجوها وكتكون عاطيه واحد الرائحه لذيذه بزاف. من بعد ما كنخرجوها هي باقا سخونه كندهنوها مزيان بالكونفيتور اولا الناباج وكنوضعوها في الثلاجه تبرد ونقدموها بالصحه والعافيه. تقدروا تزينوها باي فواكه جافه بغيتو، انا هنا استعملت غير الكركاع، راه كتجي رائعه بزاف. ضروري تجربوها وتخليو لي التعليقات ديالكم. السلام عليكم، فيديو قادم ان شاء الله، وخليو لي التعليقات ديالكم شنو تبغيوني ندير معكم مازال. السلام عليكم.